قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رمضان قد جاءكم، هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. قال أهل العلم: هذا الحديث أصل في صحة التهنئة برمضان والاستبشار بمقدمه والفرح بمجيئه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أن يبلغه رمضان، وأن يجعله من الصوام والقوام الذاكرين لله سبحانه وتعالى فيه. هذه من النعم العظيمة. كم من أناس صاموا رمضان الفائت وحالت بينهم وبين إدراك رمضان القادم المنية، وكل منا لا يدري أيدرك رمضان مع أنه قربت أيامه أو لا يدركه. لكن ينبغي على العبد أن يهيئ نفسه تهيئة عظيمة تليق بمقام هذا الشهر العظيم الكبير الجليل.